من فريقين قويين في أفريقيا، باللاعبين يلعبوا في المستوى العالي في الدوريات أوروبا في كل مكان. إن شاء الله نكونوا احنا في المستوى. كابتن رياض، ماذا عن استعداداتكم كلاعبين؟ رياض، كيف تستعدون لمباراة الغد؟ كيف ترون هذا التحدي ضد الفريق المصري؟ هل تسأل عن الاستعداد؟ نعم، الاستعداد كما العادة. كل مرحلة ولها طابع الاستعداد خاصة بها. عملنا بشكل جيد. نحن مستعدون لمباراة الغد، وهكذا. هي مباراة ودية وأيضا مباراة للاستعداد لكأس أفريقيا. كأس أفريقيا الذي هو هدف لنا على المدى القصير. فترة التحضيرات كانت تحضيرات كالعادة، قمنا بمعسكر وجهزنا هذه المباراة، يعني مباراة مهمة، وخاصة نحن نريد أن نكون في كامل جاهزيتنا لكأس أفريقيا التي ستنطلق قريبا. طيب، نفتح المجال للزملاء الإعلاميين، ويا ريت الكل قبل لا يسأل يعرف بنفسه والجهة اللي يمثلها. أخبره أن يغلق الهاتف بعد إذنك. وتسمحون بس الكل يضع تليفونات على السايلنت. سؤال جمال بالماضي، كوتش جمال بالماضي. محمود إبراهيم من بوابة مصر 2030. شفنا لعيبة كثيرة جدا في المنتخب الجزائري جديدة. عايزين نعرف مدى أو مستوى الانسجام اللي حصل للعيبة دول، وهل الأداء اللي شفناه قدام منتخب في المباراة الماضية والفوز الكبير 5-1، هل ده مؤشر على إن الأداء بدأ يتحسن والانسجام بدأ يتحسن، وده اللي هنشوفه قدام المنتخب المصري؟ ما نقدر نسمع بهذا قالوا لكم تليفون. اخواني، بس تذكير المرة الأخيرة، أتمنى الكل يحط تليفونه على السايلنت. السؤال المرة الثانية، شفنا ما سمعت. سمعني كده كويس. شفنا الأداء المنتخب الجزائري في المباراة الماضية والفوز الكبير جدا بنتيجة 5-1، ونعرف إن في لعيبة كتير جدا أو أكثر من 3 أو 4 لاعبين جدد على المنتخب الجزائري. عايزين نعرف مستوى، أنت شايف إزاي مستوى الانسجام في المنتخب الجزائري وأدائهم قدام المنتخب المصري؟ شايفه هيبقى عامل إزاي كانسجام للعيبة؟ أكيد كل واحد يعرف، مدربين وكل الناس اللي تتبع كرة القدم لازم شوية وقت بس اللاعبين يلعبوا مع بعض. وأكيد خاصة في أفريقيا لكرة القدم شوية تخير إلى كرة القدم اللي يلعبوها في أوروبا. على هذا الشيء لازم نكونوا صبروا شوية مع هذوك اللاعبين، وأكيد رايحين يدخلوا شوية وشوية في المجموعة، وإن شاء الله بالوقت وبالخبرة في أفريقيا ومع هذاك فريقنا إن شاء الله يكونوا أحسن وأحسن. Quel degré de cohésion في الماتشات؟ يسأل عن ظروف هذه المباراة. ممكن ولا واحد يلعب، ممكن إلى يلعبوا ولا احنا نكونوا مأكدين اللي يكونوا في المستوى ويكونوا يلعبوا هذا ضد فريق كبير نفس مصر. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله يكونوا ان شاء الله في احسن وقت في المستوى مطلوب. سؤال واحد واخير. السلام. عشان نسمع. حضرتك معنا قناة الجيلة كوتش، شفناك في مختلف الندوات الصحفية سابقا، وأظن جرى
plusieurs conférences de presse, vous avez parlé de l'Égypte et de cette grande nation du football. Et aussi important, شاهدناك في مؤتمرات صحفية سابقة تتحدث عن منتخب مصر باعتبارها أمة كبيرة في كرة القدم. هم حصلوا على لقب أفريقيا عدة مرات. هل تراها المباراة في الإطار الودي أم؟ الكوتش طبعا دائما مع أعرض اللاعب ضد هذا المنتخب القوي جدا، وهل هو معيار حقيقي من أجل التحضير الجيد لكان كأس إفريقيا المقبل؟ هل أجيب بالفرنسية؟ À l'aise alors c'est en français. حسنا سوف أتحدث بالفرنسية. Oui, je l'ai répété plusieurs fois. نعم قلت ذلك عدة مرات، هي مباراة ودية ولكن هذا الفريق المنتخب مصر لعبنا ضد الفرق الكبرى في أفريقيا وعدة مرات لعبنا ضد مصر، ولكن كنت أتمنى ألعب ضدهم في هذه المرحلة. هذا كان حلم بالنسبة لي وبالنسبة للعبيد، كنت أتمنى أن أذهب إلى القاهرة وأن ألعب هناك. هذا هو أمر جيد للعديد من الأسباب. قلت ذلك إلى اتحاد الكرة الجزائري أكثر من مرة، طلبت منهم أكثر من مرة أن ألعب ضد منتخب مصر، ولكن للعديد من الأسباب لم تجرى المباراة للأسف. بشكل بسيط جدا ليجيب على سؤالك، هذا هو الفريق الأكثر تتويجا في أفريقيا على صعيد كأس الأمم، ودائما منتخب مصر منتخب قوي ومتماسك حتى لو مر بفترات ضعف أو فترات اختلال من التوازن الكروي كما يحدث مع كل الفرق، ولكنهم يبقون هم من ضمن الأفضل، هم دائما حاضرون في أفريقيا. لقد أخفقوا في الوصول إلى كأس العالم بضربات الجزاء على ما أتذكر، وحتى في نهائي كأس أفريقيا أمام السنغال خسروا بضربات الجزاء. هذا يعني أنهم دائما حاضرون، أنهم دائما أقوياء، وكما أي فريق في العالم هناك لحظات من الاهتزاز. خسروا أمام تونس في مباراة ودية، ولكنها في النهاية تبقى مباراة ودية. في النهاية هم دائما موجودون. مرة أخرى الفريق المصري وفريق به لاعبون بجودة عالية جدا، ومعتادون على هذا النوع من المباريات، ومعتادون على الضغط، ولهم جمهور عريض في الوطن العربي. هم لا يعدمون أبدا جمهورهم، وأنا متحمس لمواجهتهم غدا في مباراة كبيرة. مباراة كبيرة ستكون مواجهة قوية مع المنتخب المصري. أود أن أذكر شيئا أنه دائما كنت أسعى لمواجهة المنتخب المصري. نحن كمنتخب الجزائر خضنا عدة مباريات مع التوب 10 في أفريقيا، لكن المنتخب المصري كنا نرحب دائما بمواجهته لأنه منتخب عتيد، منتخب قوي، حتى إن مر بفترات فراغ لكن يبقى دائما المنتخب القوي، المنتخب الأكثر حصولا على الألقاب. حتى في المباريات الأخيرة يعني في مباراة ودية مع تونس كان منقوصا من قابل للهزيمة، لكن يبقى منتخب قوي. في تصفيات كأس العالم خرج في اللحظات الأخيرة يعني بركلات الترجيح. نفس الشيء في نهائي كأس أفريقيا للأمم، هو منتخب كبير. لذلك المواجهة ستكون قوية يوم غد أمام منتخب الجزائر. المنتخب المصري دائما نريد أن نلعب معه، لأنه هذه المواجهات خلينا يعني نقف على حقيقة إمكانياتنا. طيب سؤال أخير لأيضا. أيضا مصطفى قناة أون، سؤالي للكابتن جمال. دايما الدربيات العربية بتشهد إثارة شديدة جدا، ندية، سعي لتحقيق الفوز حتى وإن كانت في لقاءات ودية، ولكن إقامة اللقاء في هذا التوقيت وتحت شعار معسكر الأشقاء، هل ممكن يجعل اللقاء في ظل روح ودية شوية وروح فيها بعض المحبة وطبعا التأخي ما بين الفرقتين؟ سؤالي الكابتن رياض، إذا كان رحيله من البريمير ليج ومانشستر سيتي إلى الدوري السعودي وهو أقل طبعا من حيث الضغوطات، ممكن يخليه أكثر تركيزا مع منتخب الجزائر في الوقت الحالي. Le fait de jouer en Arabie Saoudite permet d'être plus concentré sur l'équipe nationale, comparé à City. English, French. أجيب بالإنجليزية أم الفرنسية؟
English? حسنا سأتحدث بالإنجليزية. No, there's no difference. لا يوجد If I فرق play at Man City or in Saudi. حينما ألعب في مانشستر سيتي أو في السعودية في مسألة التركيز مع المنتخب الوطني. Really important and different. من الأهمية بمكان وشعور جيد أن تلعب للمنتخب بلدك الوطني In Europe or سواء كنت تلعب في أوروبا أو في الشرق الأوسط. a new challenging التحدي دائما league, but نعم هو صعب في الدوري الإنجليزي. it's a bit different. هذا فرق كبير التوقيف في الدوري الإنجليزي، ولكن Still young and still أنا ما زلت صغيرا feel very good. وأزلت أشعر أنني لدي الكثير A لأعطيه lot of ومستعد للكثير motivation ولدي الكثير من الدوافع لمساعدة منتخب بلدي to try to لمحاولة تحقيق arrive in the best possible condition الوصول لأفضل ظروف ممكنة في المسابقات الكبيرة وفي المباريات الكبيرة. won 4 years ago the African Cup. كأس أفريقيا المقبلة هو هدف بالنسبة لنا ويبقى أمر مهم بالنسبة لي ولزملائي، ونحن جوعى لتحقيق to achieve more things and to المزيد من النجاح والأمور الإيجابية. after هذا هو الشيء الأهم بالنسبة لي وسوف نرى إن شاء الله. كابتن جمال والكابتن رياض ماشي كان وصول اعتذر. تفضل كابتن. أنا الفلسفة اللي عندي في كرة القدم هي دائما روح رياضية. إلى أنا عارف على التاريخ بين هذو الفريقين. آخر مرة لعبنا كانت في 2010 درمان. هذه تاريخ والبلدان يبقوا بلدان خاوة، وكرة القدم هي الرياضة ماشي حرب. أكيد فيها حماس، أكيد هي كلاسيكو تاع أفريقيا الشمال أفريقيا. هذه ما في با كونتراديكسيون، ما في نقاش بين هذا الشيء. أكيد بكرة نكون إن شاء الله يكون الحماس في الملعب. حنايا ولا مصر نعرفهم هما، حتى هما عندهم هذا الروح، وعند روح القتال. اكيد احنا ايضا ان شاء الله ما في ولا مشكله على هذه الروح الرياضيه. دائما انا نحب الروح الرياضيه، ولكن هما يحبوا يفوزوا واحنا نحب نفوزوا، وان شاء الله من بعد المباراه كل شيء اوكي. شكرا لكم.